يا اخي خليكم بالقشطوطه، اذا مالكم بالكحك العيد ليش تدخلوا فيه؟ لبن عمل لك كحك العيد. شو كيس بلبن، بسكوت النشاده، غريبه، باتي فور، كحك الملبن. اعطينا وحده باتي فور بالله. واحدة بتفور، وحده كعك ملبن، واحدة كعك ملبن، ووحده غريبه، واحدة غريبة. ووحده باتي فور. ثم دخلت واحدة بتفور. لك شو ضل؟ شوكيز، اعطينا وحده شوكيز، واحدة شوكيز. اعطينا وحده بسكوت نشاده. سلمون. شكرا، كل سنه وانت طيب. ويلا نجرب كعك العيد. الباكجينج تبعهم كتير كتير حلو. لازم دايما بلبن يبهرك بالباكجينج تبعه عن جد، والحلو انه عاملكم الباتي فور لونه بينك. علبة الباتي فور نص كيلو ب 145 جنيه. تعالوا لندوق ونقول بسم الله. الاعداد ابدا مو قليله على السعر. بسم الله. يا الهي، طعمه عن جد رهيبه، والحلو انه مو حلو. نسبه الحلاوه فيه كتير قليله، ما بتزعج يعني ابدا، ومع العلم مغلفه شوكولا. خلينا ندوق البيضه لنحكم على المضبوط. طلعوا لي كيف مستويه من جوا، اخذ القرشه من برا ومن جوا بتعطيك طعمه طريه بصراحه عن جد رهيبه. غريبه بلبن، تغليف لونه ابيض، وانا وقت شفت غريبه بما اني سوري صار عندي فضول جربه. غريبه عندنا بسوريا بتكون طريه، رح شوف هي كيف. بسم الله. عن جد ما بعرف شو بدي احكي، بس انتم بس تاكلوا بتعرفوا. غريبه الساده نص كيلو ب 180 جنيه. نكهة السمن البلدي عن جد مغطية على كل شيء، والحلاوة مثل ما قلت لكم على فكرة نفس الباتي فور معتدلة، يعني ما بتجزع بالمصري. طلعوا شلون؟ طلعوا بتفرط. شوفوا. يعني أنا آسف على المنظر، بس أفرجيكم لأنه إذا الغريبة فرطت ما كانت قاسية هي اللي بتكون طيبة. كحك الملبن، نحن بنقول له كعك وأنا قلت له كعك، هو اسمه كحك. بسم الله. كعك ملبن نص كيلو ب 145 جنيه، وبيجي معه سكر بودرة. كعك ملبن ما في عنا بسوريا، لذلك أنا صريت إني جيب هاد وجربه. وتعال ندوق. بسم الله. صراحة الحشوة مرتبة ومحترمة، بتستطعم بالملبن فورا. أهم شيء ترش السكر من فوق، كمان بيقرش، فبصراحة عن جد شابوا لي بلبن على قولة المصريين. بتعرفي إنه طعم السمن البلدي مغطي فعلا على الأكلة، وكمان في من جوا سمسم، يعني بصراحة عن جد على هوا السعر رهيبة. بسكوت النشادر، تعالوا نشوف هون الكمية أكثر لأنه هذا أخف وزن. نص كيلو ب 125 جنيه، وتعالوا ندوق. بسم الله. طلعوا لي منظر البسكوتة كيف. صراحة منظر البسكوتة لحاله بيحكي، يعني من ريحة لحالها بتشتهي. إن شاء الله ما يكون له سكر كتير. بس شلون القرشة؟ القرشة رهيبة عن جد. حبيت كتير إنه السكر قليل. سمعتوا القرشة؟ أنا ما حكيت. لقيت المصريين بلبن ظابط كل حاجة فعلا. شوكيز، متخيلين إنه علبة شوكيز ب 135 جنيه بس؟ بلبن سكر الملفات كلها. بسم الله. عرفتوا ليش اسمها شوكيز؟ القطعة لحالها عم تحكي. بسم الله. قولوا لي هي طيبة ولا لا؟ اكتبوا لي رأيكم تعليقات. إذا راح تجربوه لا تنسوا تلحقوا تجيبوا قبل العيد. وبالختام صلوا على خير الأنام.